لهم بالدخول 172 دوله واكثر صراحه. اوكي الله يزيد. شكرا يا سيف على الموضوع، ولو يعني هم شوي غثيتنا يعني. خلينا نستقبل ضيفنا الثاني الشاعر علاء صبيحاوي. تفضل علاء. مساء الخير. شلونك علاء؟ شرفتنا. شلون الاخبار؟ نورتنا علاء. الله بالخير. الاسم اضخم من الشكل. ايه علاء الصبيحاوي. علاء الصبيحاوي انا تصورت. هي زلم بفعلها مو بس اوكي غيثي وياك وزيد وسيف واني وسهلا. اهلا بك. نورتنا. مغلص بس ماكم غيث وزيد وسيف، ما مصدقه نفسي. اوكي علاء نورتنا وشرفتنا، احنا سعداء جدا بوجودك. تفضل. هذا اكيد يعني انا مو مجامله بالبدايه ومو لان انا هنا من اشد المتابعين لهذا البرنامج. الله يسلمك. تشرف. برنامج هادف فواعي طرح مواضيع المهمه. فاهلا وسهلا. شكرا حبيبي. يا اهلا وسهلا بك. انت شاعر شاب، ما اعرف حسين هالايام كل الشباب يجيبون لنا اياهم الشعراء. شكم شكم بالشيء. لا بالعكس، وهذا اللي نريده احنا. شو وقت بديت تكتب الشعر وشلون؟ سولفنا يعني. بديت سنه 2008. يا مواليد. انا 1992. ما شاء الله. 2009 اليوم على 92. اي انا كرار. اي بدايتي كانت بال 2008. كتبت شعر وما اعرف شلون كتبته. الفضل صاحب الفضل الاول علي انسان خلف الكواليس بعيد عن الاعلام، صلاح العبيدي من محافظه البصره. طبعا انا من محافظه ميسان. والنعم منك. اي هو اللي اكتشفني، لمس بي روح الشاعر، ساعدني. بعدها انضميت الى الاتحاد العام للادباء الشعبيين فرع ميسان. من انطلقت بدايه الشاعر علاء الصبيحاوي. ايضا اوجه تحياتي لكل شعراء الاتحاد بما فيهم على راسهم رئيس الاتحاد العام للادباء الشعبيين الكبير سعد محمد الحسن البهادلي. كتبت اول شيء؟ القصيده الاولى؟ ايه. اول وانا اتذكر. ما هو صار له 4 سنوات. وين وصلها هوايه. اي ما يخالف. تحفظ له وتقرا انت؟ يعني قصيدتك اذا تريد تحفظ قصايدك انت ولا الا قصيدتي يعني اول ما اكتبها بعد ما اراجعها احفظها يعني. اها زين سمعنا شيء. اوكي. مدري لوين مدري لوين ياخذني السهر والليل، مدري لوين ياخذني السهر والليل، اسافر والقمر زاتوت وانا ادري السما بلا ريل. يا المحتاج جيتك حيل، دورني وخذني وياك، نسيني التعب والهم. الك بيه سوالف هيل ما تنسمع بس تنشم. يا لون الضاع قمت من الشمس مرات اتداين صبغ للدم. ويا اللي معودني بيك اهتم، زخ روحك علي بهدايا اشتاقيه الطين التم. احس بيه عقد روحك تعبني يشان، شحكي لك علي شتري سولفني الحرق دخان. وبعد مو ذاك انا كان بعيون الورد بستان. ما تدري وعذرك كنت تستغرب شكل بروحي، انا مغيرني حمل الشوق وبروح طفل معلوق والمرايات من تبوق. اخذني وياك يا قذلة ياس يلي ما رهم لك طوق. انا متانيك تفتح باب، فك لي الباب اريد اندل شكو بنيتك، واطرد كل نفس مشهوق وانا اللي اقعد بريتك. فك لي الباب اريد اندل شكو بنيتك، واطرد كل نفس مشهوق وانا اللي اقعد بريتك. يهل عن عيني طيفك غاب، هذا انا اللي على الشباك ومتانيك تفتح باب. الله عليك. تفتح باب. عاد فتح الباب لو ما فتحها ان شاء الله. وعاشت الانام اللي كتبت الكلمات الرقيقه الحلوه. ان شاء الله يفتح لك الشباك ان شاء الله وكل شيء. علاء احنا ما عرفنا انت من سكنه بغداد ولا من سكنه العماره؟ لا العماره. يعني انت اليوم ضيف على بغداد. اهلا وسهلا بك نورك. انت يعني ذكرت بدايتك ويا الشعر، بس احنا اللي نعرفه يعني اكو محافظات يمكن تميزت هي بالشعر الشعبي، او يمكن هي الهويه الاولى للشعر الشعبي بالعراق، من ضمنها مدينه العماره. اكيد. لو انت مولود بغير مدينه، برايك هذا النمط الشعر اللي تمتلكه راح يتغير بتاثر يعني تغير مكانك والبيئه؟ لا اكيد هو تحكم البيئه المفرده اللي انا عايشها اللي اتناولها يعني بحياتنا اليوميه. فالمفردة الميسانية نوعا ما اللهجة الجنوبية هي متميزة عن باقي المحافظات، فأكيد أكتب مفردتي حتى لا أكون دخيل على باقي المحافظات. مثل زاتوت وريل. هسه أنا هو كلمة زاتوت. اي لكن ما أنا كتبت قصائد بالمفردة الثالثة والمفردة البيضاء يعني حتى. بس يمكن الأقرب هي هي أكيد اللهجة اللي أنت مولود بها. الأقرب هي لهجتي. طيب على أي نوع من أنواع الشعر تلقي نفسك أقوى به؟ هو حسب اللون اللي أكثر أنا ألقى به علاء هو المفتوح. المفتوح. طيب تلقى أحد منافس لك بهذا اللون؟ ما شاء الله شعراء العمارة
هوايه خير من الله. طيب بس زين، ليش لكن ما- للاسف يعني الاعلام. اوكي زين، على ليش ما اخذت فدلون يمكن قليلين متواجدين به، على الاقل تبرز لا أكثر اكيد انا من- متميز بلون. بلونك؟ اي اكيد بشهاده متميز منو؟ بلون. بشهاده كل الموجودين يعني. ايش قد ممكن تاخذ بعين الاعتبار الشهاده اللي تتقدر لك؟ هو انت يعني انت الشهاده اذا اريد اخذها انا اعرفها من خلال يعني الاراء فقط الاراء؟ لا اكيد يعني شهاده من الشاعر الكبير سعدون قاسم، شاعر من ذوي الاختصاص، هاي إيه، اكبر شاعر- شهاده شاعر يعني كبير. للشاعر. اوكي، عدا ذوي الاختصاص، اليوم إيه. من تلقي انت شعر تشوف بنظره يمكن المتلقي عندك ايش قد ممكن يتاثر بالقائك، كيف مفرداتك اي يمكن. اكيد. فانا قلت لك الشاعر، اوجه تحياتي للشاعر الكبير سعدون قاسم اللي كاتب اغنيه بس تعالوا وجتنا الصبح. قبل ايام كان عندنا احتفاء له بالعماره بجمعيه مالتنا، فلما قريت هذه القصيده اللي هسه قريتها ونزلت قال ارى في علاء الصبيحاوي شاعر الغناء الكبير اللي هو حلو. مستقبل. فهذه شهاده اكيد حلو، اعتز بها. أكيد. واحنا على يعني هالأساس. يمكن من ذوي الاختصاص، واحنا كجمهور يعني متذوقين. متذوقين ونحب الشعر ونحس به. حسيت بشعرك انا وحبيته. الله. يمكن كنا تفاعلنا بس هو قال وياك. جمله شوي لفتت واكثر انتباهي. واحد تفاعل وياك يعني زيد. انت قال الاعلام ما نصف إيه. اكيد لا انا اختلف وياك. اعلام ميساني قصدك؟ الاعلام بالعماره يعني لا بس يعني اليوم احنا انا واحد من الناس مو وجوه من هواية متذوقين جاي الشعر تتكرر الشعبي يعني. أكيد. بس اعرف اسماء هوايه من محافظه العماره. يمكن انت ذكرت اكو اسم جدا مهم ومميز اللي هو شاعر سعد محمد الحسن. سعد محمد الحسن اكيد يعني شاعر هذا كبير. هذا الاسم لا انا يكفي حكيت على لو مستوى إحنا الشباب، نتحدث. انا جيلي مستوى اللي الشباب. انا جيلي. قصدك انا اذا اريد اعدل اسماء ما اخذ. بالضبط. بس انا إيه، اللي قصده متأكد وين من على عدسهم. هسه بهاي الفتره بالتحديد مساحه ابراز الموهبه الشعريه اكثر من غيرها. يعني اليوم اللي عنده موهبه الرسم يمكن عنده معاناه، اللي عنده موهبه النحت الغناء او بس غير. الشاعر- بس الشاعر احنا بين يوم ويوم نسمع اكو منتدى للشعر الشعبي، اكو احتفاء للشاعر الشعبي، محتاج أكو هذا ملتقى الشاعر شعر يصدر شعبي. بضاعته، هي رساله انسانيه الشعر، محتاج يوصلها للناس، فهو ما محتاج لا دعم مادي ولا شيء، دعم معنوي واعلام. الاعلام للاسف يعني للاسف انا برايي هذا الشخص المسؤول عنه انه دا يكرر هوايه يعني اشخاص معينين. قصدك تكرر الوجوه. الوجود دا يسلط الضوء تتكرر، على اي دا يسلط على اشخاص محددين معينين، ويتناسب وهذا حتى مو زين يعني. على الشاعر يعني برايي يستهلك يعني الشاعر يعني كل يوم هنا يعيد نفس القصائد هناك. بس انت اليوم موجود عندنا. لا اكيد وتشرف. هذا رايك واحنا نحترمه، ويمكن عندك وجهه نظر سليمه بهذا الموضوع. خلينا نسمع من عندك قصيده. اوكي. غزل. لا اريد غزل. اسمع على العماره، ما ادري شلون أنا حاب أريد اسمع غزل. شيء على العماره. بعدين العماره خلينا بعدين. نسمع. غزل. غزل بطريقه ثانيه يعني مو مثل المعروف عليه. نسمع واحنا نقيم. إيه. يقول تقربوا يمي تقربوا يمي انتصار سنين رسمك ضحكه فوق اوراق شفتي. تقربوا يمي انتصار سنين رسمك ضحكه فوق اوراق شفتي. انتي اللي ما شايفك بس بصف انتي، انتي اللي قبالك من الطيح تتونس دمعتي. تقربوا يمي انتي يا كومة حنان بحضنك اذكر طيبة امي. تقربوا يمي وخلى طشر روح فوقك رايدة تونس بلمي. يا نهر طول متاهه مشتهيك هواي بلمي. يا نهر طول متاهه مشتهيك هواي بلمي. تقربوا يمي لا برد فرقاك يمشي بوجه دمي. تقربوا يمي رايد اخدر رايد اسكر وانسى كل شي وانسى اسمي. انتي يا نسمة مشاعر هبت على اغصان قلبي. انتي يا لون الورد من لونك اخذ واصبغ بحيطان حلمي. تقربوا يمي يلي يمك ليلي سالوفه وجقاره بسرعه يقضي. انتي يا طلابة عشق ما قلها فضي. تقربوا يا احلى حبيبه عمر حنا سنين يبست حفنه وما شفت لون القصيبه. تقربوا خل ارتاح يمك طيف تايه يحلم يصادف جفن. يلي تدرين الحمل لو ما لا احد يفرح بريحه مثل الله حلو. الله يا مشاكل. بس هي تقربت. ايوه اقول لك على هذا الحكي تتقرب وزايد. على هذا الحكي هي متقربه من زمان واحنا ما ندري. لا هي ماكو وحده للامانه. عاودين القصيده ما شايفه. يا معود. تخربوا يعلمنا. لا ما تشوفي انت ما شافتك بس بصف عندك حبيبه؟ لو هيك بس بالخيال. لا هو هاي لا هسه هاي لا ورا الفاصل نعرف يعني بالفاصل نعرف الحقيقه. على انت طالب؟ اي نعم. وين؟ انا طالب سادس علمي.
اي مريت بظروف تركت السنه رجعت. يلا موافق. زين هسه امتحانات؟ لا السنه يعني ناوي ارجع. اثر عليك الشعر يعني على دراستك الشعر؟ انشغلت بيه وتركت دراستك؟ اكيد اول ما اجيت اندفعت يعني شوي اندفعت. بس لو متقرب للمدرسين من خلال شعرك كان نجحت منهم. يوم انا مريت بظروف قرب يمي نجحني قرب يمي. لا شنو السر اليوم احنا نشوف يمكن باعمار جدا صغيره يتجهون للشعر، برايك انت شنو يعني؟ الشاعر صنع كان قبل مثلا على بايام قبل يمكن كان الشاعر لحد عمر يمكن متاخر او مو متاخر منتصف عمره، يمكن احنا هسه نشهد جدا مقتبل عمرهم وهو يبدي بالشعر. انا برايي يعني الشعر هو صنع الظروف والشعر ينولد مع الانسان، الشاعر بالتحديد، لكن يكتشف هذا الشيء الموهبه يكتشفها يعني بعد فتره من الزمن بسبب تجربه او صدمه او ظرف يمر به. عندك ظرف محدد اللي ساعد انه تكون شاعر؟ اي حبيت من طرف واحد. حلو. اي بس انت لو انت مبادره الشاعر موجوده بداخلك حتى لو تحب 10 مرات ما راح تكتب لا ما احب 10 مرات يعني فرض. هاي كتبت لها قرب يمي على هذا الحب قوي لهالدرجه خلاك تصير شاعر. اي سابقا بطفولتي. علاء هاي كتبت لها قرب يمي؟ لا يقول سابقا بطفولتي حبيت يعني. ما كاتب لها حتى لا تسوينا لعبه. مو لحال ما عنده حبيبه او في ولد بحاله ان شاء الله يا رب تحب، ومو معناها حبيت مره ومن طرف واحد خلاص انتهت الدنيا، لا يا معود حياتك قدامك والمهور والفلوس والدفع يحتاج والذهب والمهور الغاليه اللي مسويها زي صدق. عاد ليش يعني ليش الاهل دائما يطلبون مهور غاليه ويطلبون الا ذهب وما اعرف ايش قد؟ يعني احلى شيء البساطه، يعني شايفين الاجانب يمكن خاتم مثل هذا الخاتم لا هي تقول لك انا وياك على بساطه وحصيله صدق تنقلب عليك. انت من محافظه العماره. اي بلي. تقييمك للمهور هناك شلون؟ والله هم بالعالي حسب شلون يعني؟ والله تقييمك ايش قد؟ انا اخر مره صديقي لي اوجه تحياتي للشاعر مصطفى عبد الواحد صور 5 و5. هاي 5 و5 هواي؟ لا من عالم بسيط عالم متواضع. هاي البساطه. اي عالم متواضع صدق ببلاش يعني 5 و5 ببلاش. ادري والله احنا وياكم هو سلعه حتى لا هي وسن بس احنا مو سوى ضمان الحقوق. لا هي مو قضيه السلعه او مو سلعه، بالعكس هو اذا زاد المهر هنا يمكن راح ندخلها بنظريه السلعه والبيع، صح ولا لا؟ بس اذا رخص هنا على قولتنا بالشعب احنا نقول احنا مشترين زلمه. لا احنا من قلنا بلاش، احنا مو قصدنا سلعه بس قصدنا بنظره للمهور اللي موجوده هسه، اذا الحسبه اللي اقل شيء 20 مثلا، صح ولا لا؟ صح. 20 مليون. لا بس هسه اعتقد الستاندر الماشي اشتري بابا. لا هسه الستاندر الماشي 10 ب 10. خالتي من كربلاء قدم على البنيه قالوا له 35. فد وحده قالت عدي ليش احنا ما نصير مثل الاجانب؟ يعني شو هي سياره؟ لو هي مثلا بيت شيلي اهلك. لا انا يعني ما اعتقد انه راح يسوي شيء سلعه. انا وقت قلتي قبل شوي حساء قلت يمكن ليش احنا مثل الاجانب يمكن بمحبس ترضى، ممكن انت اليوم اذا يقدم لك واحد يقول لك بس بالمحبس ممكن توافقين عليه؟ اذا يحبني وانا عارفه شنو وليش ما اقبل؟ واهلك محبس خلاص يعني اهلي قبل شنو يبيعوني؟ هم ليش لها صارت؟ لا ماكو شيء هاي اكيد. لا بس باب ضمانه البنت. يعني شوفوا بس احطكم فد عباره واحده، يعني الاجانب من يتزوجون بخاتم يقدم لها خاتم ويطلب الزواج منها، احنا مهر ومشي وغيرها. واحنا مثلا بالعوائل بعد ما يتزوجون من تصير مشكله سابع جار يعرف بالمشكله، بينما الاجانب ببيت واحد عايشين والمشكله من تصير الابن ما يعرف فيها. بالضبط. عفوني خلي بس اكو تعقيب بسيط على الكلام اللي قلناه قبل لا نروح نشوف التقرير. يلا. مو معناته اذا المهور غاليه معناته انه اكو شيء مرفوض، لا ممكن في بعض الاحيان المهر الغالي يدل على قيمه المراه، يدل على اعتزاز الاهل ببيتهم. الشيء الاخر يعني انا اتذكر يوم من الايام صارت حاله قالوا مو مهم المقدم عسى ما تجيبون يعني ذكروا في حاجه معينه صح. بس المؤخر خلونا اياه 30 مليون. احنا نريد نضمن حق بيتنا. ثقه بالرجل؟ لا مو عدم ثقه مو عدم ثقه، انت تدري احنا عايشين بدائره تحكمها عادات وتقاليد، يعني مثلا منو بينا ما يعرف انه انا اذا تزوجت وحده من اقاربي المهر راح يكون اقل، اذا تزوجت وحده غريبه عني المهر راح يرتفع، اذا تزوجت وحده ما شايفها راح يكون المهر مختلف. انت اذا تزوجت وحده عن حب فشاهد الكلام النسب متفاوته. احنا ما عرفنا المهر مالتك. المدام مالتك. لا عفوا لا لحظه 10 ب 10 يمكن 10 ب 10 10 ب 10 يمكن 10 ب 10 اي هو بس ستاندر سوق زيد يعني على ذا ما تزوج انا يمكن يصير 50 و50 يمكن تزوج من هسه مع احترامي يمكن الاهل المدام اللي اخذ من عندهم زيد ترى زيد هو وحده كافي طبعا يعني دوله وعلى صراحه
تسلم. بس نروح نشوف التقرير وبعد راجع. اوكي. عيد يا محبوبي ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور والفرح غنيلة. عيد يا محبوبي ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور للفرح غنيلة. عيد يا محبوبي ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة. والله هذا الشيء ظاهرة هي مو حلوة، يعني ظاهرة الأهل يغلون البنية، هي المسؤولية يعني الشغلة مال البنية، يعني غلوها بالمهر، المهر 30 مليون 40 مليون، الرجال من يجي هو ذا كاسب، يعني كاسب هو كلش كاسب 15,000 أو 20,000 باليوم، إذا يطلبون عليه 30 مليون أو 40 مليون، وإذا كانت بيناتهم قصة حب، إذا قصة حب هذه 30 مليون 40 مليون صعبة يجيبها، راح تتطلب المشاكل وراح تتطلب يتقدم لها ما يعطونه، والمرأة يعني المرأة تروح تصير بحالة يعني كلش استثارية، يعني ما تقدر يعني التوفيق بينه وبين الرجال. والله أنا بالنسبة لي يعني مهر قليل كلش كافي، بس بعد هاي النساء هسه والوضع هذا شوية تعرف يعني الأسعار، والبنات تتطلب هواي شغلات، والمفروض تساعد الشاب. أي يعني حتى نعينه خو ما يعني احنا فوقه. غالي وما أرضى، يعني أكثر شيء أعطي 5 ب5، فوقهن ماكو، ما أرضى بأكثر. والأم والأبو لا طلبوا هواي، البنية هم تشجع، بس بيها لا، الواد ما تطلبوا هواي برطيل، احنا نسميه برطيل. اي احنا هسه البنية تزوجناها بتنا مليونين. ما أقول لهم أنت مشتريني وأنا مشتريك، ليش نخلي هالقد؟ بعد هذا التقرير اللي شفناه اللي سواه زيد، عشان ايدك يا زيد. بس ثاني اريد اسال استاذ قاصد، انت السؤال تفضل. مرته الثانيه ايش قد طاها هاي الجديده الزوج هذاك اليوم؟ وانا قد طاها مقدم، قد طاها مؤخر؟ كيلو يصرف قاصد صاير يصرف صاير يصرف والله. طيب شنو اللي خلاك تشتغل هذا التقرير زيد؟ لا هو هذا السؤال خلينا نحوره. شنو اللي خلانا اشتغل هذا التقرير؟ ايش تقصد بجايته؟ ما اعرف انت ليش يعني منين جتك فكره؟ ما عجبني اشتغل هذا التقرير واشتغلته، وبعدين شنو ما عجبك التقرير فهمنا. لا بس اكو شغله. لا زين الذكاء. لحظه اكو شغله كلش مهمه خلينا نحكي عنها. يلا. مو معناتها انه المهور هسه من صارت 10 ب10 و15 ب15 معناتها ان المهور ارتفعت. لا انا اتوقع يعني انه 10 ب10 و15 ب15 او حتى 20 ب20 اذا نرجع قيمتها الماليه لوراء الى الوراء راح نشوفها نفس القيمه، لان قبل كان المهر شو يشترون به؟ اذا بيوتهم من طين، ناس احنا اصولنا ريفيه، قبل كانت المهور عباره عن حلال وغيرها وزوليه، صح لو لا؟ انت بابة عرب يشاركنا بالحديث. سولف اعطينا رايك. شنو رايك بالتقرير اللي سواه زيد عن ارتفاع المهور؟ طبعا هو التقرير لا التقرير راح التقرير جدا جميل، بس يعني انتم حكيتوا قبل الاعلان او قبل التقرير العفو، احنا هم حكينا بخصوص المهر. نعم. كاتب شيء على العرس؟ العرس؟ اي على حنة العريس. كاتب بالمشاية بالمهر، اي شيء له علاقه بالزواج خلينا نسمع. كاتب قصيده، هي قصيده طبعا قديمه، هي قصة شاب أراد أن يتزوج فتاة لكن وقف المال عائق كبير في وجهه. الله شفتوا؟ صرت الموضوع مو أنا أعرف. قصة شاب أراد أن يتزوج فتاة لكن وقف المال عائق كبير في وجهه، فاضطر أن يسافر إلى الغربة ليجمع بعض المال ويعود به إلى حبيبته التي وعدها بالزواج، ولقاها متزوجة، لكن حصل العكس بعد رجوعه. اسمع. فقد عرف أن حبيبته ماتت. لا فذهب إلى قبرها قائلا: اجيتك، إذا أتذكر القصيدة جدا قديمة حتى لو بيتي من حرجتني أنت. اجيتك ما لقيتك عود شاليش، لقيت آثار قدمك تارس الباب، جاء من جبتها وياي الفلوس شنو يصير بيها بنيلي سرداب. الله ردت بروحي تسكن موش بقبور، قدرت شلون تسكن جوا التراب، ما تحمل كنت بغيابي لحظات اسألك بالقبر تتحمل غياب. لكم من الخوف وانا هناك موجود بالغربة ويقول لي تفارق احباب، وسألته هواية عنده وياه اللي يروح، راد يقول باسمك قلت له كذاب، ومثل بركان عين انفجرت دموع هاي اثارهن بخدود عطاب، وقمت اتسلى قوة بقمرة الليل، وهذاك اليوم احس حتى القمر غاب،
وردت فرحة رجعت لحضنك تروح لكن طارت فرحت لقبرك اسراب. هذا انا على قبرك واقف وشوف جبت حنة عرسنا لقبرك ثواب ولا نهاية القصيدة لين ما اتذكرها. صح السلامة القصيدة بسرعة لأن قصيدة مؤثرة. وانا ما اريد اقراها اصلا ما اريد تصور الموقف صعب. غيث تقريرك بالضبط معروف. بس بالنسبه لعلاء اكو فد اجواء محدده دائما تكتب بها الشعر، يمكن تكون بالحديقه قاعد او يمكن تكون بالغرفه او يمكن مو من باب حسن. بالمقهى. نتشرف لا ابدا ان شاء الله. اكيد يعني بالنسبه للوقت المحدد انا القصيده ما اكتبها الا عيشها. نعم يعني طيب موقف من المواقف تنكتب القصيده. نعم. اغلب كتابتي يكون بالليل. اوكي. على طاري هذا الكلام اليوم حضرت تقرير عباره عن حدائق مونتريال في كندا، بها تقريبا اجواء يمكن من السحر، اجواء من الطبيعه اللي الانسان تخلي الانسان يسترخي ويعيش بحاله صدق يفقد بها، يمكن يوصل المراحل اعصابه ترخى، لان اليوم قهرت وسن هوايه. فعلى مود هذا الشيء وسن شنو رايك انا بدي استرخص كلش عاجبني استرخص. فخلينا نشوف التقرير حتى لكل مشاهدينا خلينا يشوفوا التقرير لان مناظر ويعني صدق شغلات جدا حلوه من الابداع. نشوف التقرير. الحديقة النباتية مونتريال هي حديقة كبيرة نباتية في مونتريال بكندا، وتعد واحدة من أكبر معرض من نوعه في العالم. تتألف من 75 هكتار من مونتريال الحدائق الموضوعية والدفيئات الزراعية، وعين كموقع تاريخي وطني في كندا. في عام 2008 تعتبر واحدة من الحدائق النباتية الأكثر أهمية في العالم، نظرا لمدى مجموعاتها ومرافقها. الحديقة النباتية مونتريال يمكن القول إنها المكان الأكثر جمالا في المدينة، مفتوحة على مدار السنة والربيع والصيف والخريف. ميزة العديد من الحدائق في الهواء الطلق، وهي ملاذ مع ما يقرب من 200 نوعا من الطيور المختلفة وأنواع النباتات والزهور والأشجار. والحديقة النباتية مونتريال هي أكثر من ذلك بكثير من وجهة سياحية في الصيف. إنها ملجأ للسكان المحليين الذين يحتاجون إلى استراحة من الحياة في المدينة وجذب على مدار العام. تقع الحديقة النباتية مونتريال في شارع شيربروك شرق التي تواجه ملعب مونتريال الأولمبي. إنه يحتوي على مجمعات الدفيئة كاملة من النباتات من مختلف أنحاء العالم، وعدد من الحدائق في الهواء الطلق كبيرة، ولكن منها موضوع محدد. الحدائق في الهواء الطلق هي عارية ومغطاة بالثلوج من حوالي نوفمبر وحتى أبريل، ولكن البيوت المحمية مفتوحة للزوار على مدار السنة. تستضيف الذهاب الحر للفراشات بالمعرض السنوي من فبراير إلى أبريل، ويمكن لسكان المدينة الحصول على تمرير منح الدخول المجاني إلى الحديقة النباتية مونتريال في الهواء الطلق. وكثير من الناس يقومون بزيارة الحديقة بانتظام حتى لو كان فقط بالجلوس تحت الأشجار. المناطق في الهواء الطلق هي أيضا مجانية للجميع ما بين 6 مساء والليل خلال فصل الصيف. يتم تنفيذ العديد من حفلات الزفاف في الحدائق كل عام. الحديقة النباتية مونتريال والعديد من الحدائق منها الحديقة الصينية التقليدية لديها العديد من المسارات المتعرجة، وهو الجبل الاصطناعي ومبنى على الطراز الصيني. يتم تعبئة الحديقة مع النباتات الصينية، وهي أكبر حديقة صينية في العالم خارج الصين. كما توجد بها أيضا الحديقة اليابانية المعبأة مع النباتات اليابانية، وتحتوي على مبنى في النمط الياباني يحتوي على معرض عن الشاي. حفلة الشاي اليابانية تتم هناك خلال فصل الصيف، ويمكن لأي شخص أخذ دروسا لتعلم المزيد عن ذلك. لبرنامج شباب وبنات، غيث ياس. يلا علي احنا صلاح علاء خلصتوني قصيدة تفضل. أول مرة أحس بروح إنسان من نفس استحيت وراسد النكتة، واسأل روح أقول أنا عايش ليش وأنا المفروض هسه القاعد أفنته. ما يرهم علي مستغرب ومصدوم،
مو ثوب الغدر معقولة قدرته. يا رويحة حلال وتشبه أم هواي، الوفا اللي بيك بس بأم لاحظته. ما تنطي بعشرت بروحك انت انطيت، العشق مثل الشرب قلت لا انا حسبته. بعينك ما شفت بس انا والربوك، عليك احلف خيالك لسه ما شفته، وبين روح تخيلك معصوم الخنجر يم يديك وما تلمسته. يا سالوفة حمام بشفة البستان، بريء وللورد ترهم عطر انت. ما ادري شلون عفتك وانا حاير ليش غيرك ما يشبهك ليش عاشرته. عرضت صورتك وبراسي صاحب ليس بهذيك الليله كل اللي قاله صدقته. خنتك بس احس من عند ضاج حسين بوقتها تخيلت كناني سابخته. بيحرقت مضيف بديره مال شيوخ، الهسه النار ما جاس بطرف دلته. يسألوني الشماته وجهي صغر حيل عليك وشرد اجاوب عفته لو خنته. يسألوني الشماته وجهي صغر حيل عليك وشرد اجاوب عفته لو خنته. يا العايفني حاير حيرة تخرس عاش امه ما عرف يكتبها سالفته. وراك الما حكوا يحجون هسه هواي، وراي اسمع هذاك الخان صاحبته. الله ذاك الما خان صاحبته ان شاء الله. شكرا شباب، انتظرونا بكره مشاهدينا. شكرا لك علاء. مشاهدينا بكره حلقه جديده من شباب وبنات. باي باي.